السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا أجمل متابعين في الدنيا؟ دايما بتوحشوني. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطا باللبن وبالقشطة وبجوز الهند كده، وحاجة كده يعني عايزة أقولك تحفة من الآخر. طعم جميل وريحة خطيرة وحاجة يعني، وانت بتاكليها مش هتحسي ان هي بطاطا، لا هتحسي ان حاجة تانية خالص، يعني رايحة في حتة تانية خالص. والطعم جميل والسوا بتاعها حلو قوي. وبدل بقى ما بنسلقها يعني في المعتاد، لا يعني ايه، بنغير منها شوية. والطريقة دي الكل هيحبها. واللي أول مرة يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس قبل ما نبدأ الفيديو. ويلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف الطريقة مع بعض. انا جبت كيلو بطاطا حلوه كده سرحه، يعني لا تخينه قوي ولا كبيره ولا طويله، لا يعني متوسطه. وسلقتها الاول، غسلتها طبعا غسلتين ثلاثه كده تحت الحنفيه، الميه كده الحلوه. وبعد كده جبت حله المونيا، حطيت فيها ورقه زبده في الارض مبلوله، يعني ورقه الزبده انا بليتها ورصيت فيها البطاطا. وجبت بقى على الوش كمان ورقه زبده وغطيتها بس. وولعت عليها العين بتاعه البوتاجاز، يعني مش عاليه قوي ولا يعني ايه، وسط كده. وما خدتش مني نص ساعه، لا خليتها بقى لما شاطت واتلسعت، ولا ايه، ولا هي نيه ونزلت العسل بتاعها، لكن لا حطيت ميه ولا حطيت سكر ولا اي حاجه. والمكونات الطبيعي اللي احنا معانا جوز هند ولبن وقشطه وسكر وسمنه وحبه زبيب وشويه فانيليا صغيرين. بعد بقى ما استوت طبعا، ما بردت شويه، ورحت خدتها ايه، قشرتها وحطيتها ايه في الطبق كده زي ما انتوا شايفينها. وجبت هراسه هرستها علشان تبقى كلها ناعمه مع بعضها. لو انت هتعرفي برضو بالشوكه عادي، ما فيش ايه مشكله. حطيت بقى عليها نص كوبايه سكر بعد ما اتهرست البطاطا كده زي ما انتوا شايفينها، ونص كوبايه زبده سايحه. المكونات دي بقى بتديها طعم خطير جدا. وكمان حطيت عليهم كوباية لبن بلدي عادي. وكمان حطيت معلقتين قشطة، دي وش اللبن. لو انت عندك قشطة شايلاها كده حطي معلقتين، لو انت برضو محوشها وش اللبن بيبقى طعمه برضو جميل وخطير قوي قوي. ومعلقتين جوز هند ناعم، عشان ايه يعني ما يبانش انه ايه في البطاطا. بيبقى ناعم حلو كده. ومعلقتين زبيب، كل دول على البارد مع البطاطا ايه اللي اتهرست. وعلى طرف المعلقه الفانيليا، عشان ما تكتريش الفانيليا عشان ايه ما تمررش معاكي. كل المكونات بقى دي كده هنقلبها مع بعض، بحيث ان انت ايه تشوفيها كده ان كلها اتجانست مع بعضها وما فيش حاجه ايه باينه من التانية. كلها كده هتلاقيها بقت خليط كلها ايه، بطاطا كريمي قدامك. تقلبتين تلاتة كده من كل جهة كده عشان تعرفي تلميها. بس كده. جبنا بقى صينية برضو دهنتها قطعة زبدة، يعني معلقة زبدة سايحة، ونزلت بقى على الصينية بالمكونات بتاعت البطاطا دي كلها اللي ايه اللي عملناها كلها مع بعضها. كل المكونات هنا زي ما قلت لكم ان انا جبت كيلو بس بطاطا. ولو انت عايزه تزودي بقى زودي ايه المكونات اللي انا حطيتها دي، افرديها بقى في الصينيه، بحيث انك انت ايه ما تخليش حته تخينه عن التانية. وبرضو عايزه سمكها يا دوبك يبقى نص سنتي، عشان هي لما بتخش الفرن بتعلى شويه. جبت بقى كمان في الاخر معلقه زبده سايحه حطيتها على الوش عشان بتدي لون جميل، بتحمر كده وبتديها لمعه حلوه قوي. وزعي بقى الزبده كده على الوش. يعني هي البطاطا دي الدسم بتاعها والطعم بتاعها هو كل، يعني ايه الاساسي الزبده. كنا بقى مولعين الفرن قبلها ب10 دقايق، وحطيتها على الشبكه اللي في النص على نار متوسطه. وسبتها لمده حوالي تلت ساعه. بعد كده بقى ما تلاقي الجوانب بتاعتها احمرت، روحي حطي بقى الصاجه تحت الشبكه، وسيبيها برضو تاني ايه حوالي 10 دقايق. وادي بقى دي الشكل النهائي بعد ما استوت وادت اللون الجميل دوت. عايزه اقول لك الريحه خطيره خطيره جدا، ملت البيت، عايزه يعني ايه حاجه ودتك في حته تانية خالص.
قطعنا بقى كده قطعة برضه عشان ندوها ايه قدامكم. عايزة اقولك الطعم حكاية حكاية حكاية، خطيرة ولذيذة ومغذية للأطفال والكبار، وحلوة قوي. طبعا ايه بتتاكل بقى يا سخنة يا باردة اي حاجة، بس هي الطعم جميل جدا، هتستمتعي بيه كده وانت بتاكليه. عايزاكم بقى تجربوا الطريقة دي زي ما انا عملتها كده وبالمكونات ديت، وتقولوا لي برضو ايه رأيكم في الكومنتات. واللي اول مرة يشوف القناة يدخل يشترك ويفعل الجرس ويقول لي ايه رأيه، ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة